زي ما وعدتكم ان انا هصور من عند صديقي في مزرعة الارانب. الحلقة المرة دي او الفيديو هيتكلم عن مزرعة الارانب بالذات بتشتغل ونظامها ايه وراس مالها قد ايه. ولو حد حابب ان هو يعمل المزرعة دي عنده في البيت، ممكن يعملها بشكل مصغر، او عنده مثلا على السطح او عنده مكان صغير ممكن يجرب ان هو يربي فيه. ده الحلقة النهاردة هتدور كلها حوالين النقطة ديت وتكلفة المشروع كله قد ايه، وممكن يجيب الأرانب أو البطاريات منين. وتابعوني في الحلقة هتعجبكم بإذن الله. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما وعدتكم النهاردة في مزرعة مايوركا للأرانب. هنصور مع باشمهندس محمد هيشرح لنا كل صغيرة وكبيرة بإذن الله في تربية الأرانب، وإزاي نعمل مشروع، لو حد حب يعمل مشروع بشكل مصغر عنده في البيت على السطح في أوضة عنده صغيرة. هنعرفوا منه كل تفاصيل تربية الأرانب. وهنبدأ مع باشمهندس محمد، وعاوزين تعرفنا الأول عليك يعني. بدايتك في المجال بقى جت منين وبدأت ازاي؟ السلام عليكم. اولا انا اسمي محمد من غير اي القاب او اي حاجه زياده. انا شاب دلوقتي عندي 29 سنه. بدات من وانا في اعدادي تقريبا 15 سنه. انا عايز اعمل حاجه ومش عارف ايه هي. فكنت بحب ان انا ابقى شغال لوحدي وما اتعاملش مع ناس كتير، فاخترت المجال ده، جه صدفه كده واخترت المجال ده حبيت تشتغل حر تحديدا. يعني، مش تحت مش شغال مع حد. حبيت اشتغل لوحدي وشغلانه. تكون مدير نفسك. مظبوط، وتكون شغلانه ما اتعاملش فيها مع ناس كتير، ابقى شغال وبعمل فلوس من غير ما انا ابقى مختلط بالناس وفي تعاملات كتير. العنصر البشري قليل فيها مش كتير. ما كنت بحب كده ابقى منعزل. فاخترت المجال ده وكنت ماشي فيه واحده واحده. بدات صغير جدا، يعني بدات بنتيتين وذكر طبعا. انت اول حاجه بدات تربيتها الارانب ولا بدات ربيت حاجه قبل الارانب؟ وكنت من وانا صغير بحب الحمام، بس جه في فتره معينه وهو مش مجدي، مش مشروع، ما ينفعش يبقى مشروع. فحسيت ان الارانب ممكن هتبقى مشروع. اول ارنب اشتريته؟ اول 3 ارانب اشتريتهم من حد كانوا اي كلام، بس خدت منهم خلفة، بقوا محترمين جدا. وفضلت شغال شغال وبنتج وببيع وبشتغل وبنتج وببيع مم. وبتعلم. كنت كان كنت بتربي فين اول ما في بدات؟ البيت. في البيت. في البيت. فكنت بتعلم، كان هدفي ان انا اتعلم بس انا يعني كنت بتعلم بالتجربة، ودي اصعب حاجة واكتر حاجة مكلفة. كنت بتعتمد على حد مين يعني؟ خدت معلوماتك فين من مين في تربيه على الارانب؟ الفيسبوك، من على الفيسبوك من والجروبات. الفيس. اه. اه وكنت بتعلم اكتر بالتجربة. واكتشفت بعد فترة ان انا المفروض اتعلم من حد، اتعلم اروح اشتغل عند حد ان شاء الله ببلاش واتعلم منه. هيضم لي مثلا 5 سنين في سنة، يختصر لك هيختصر لي تعلم 5 سنين في سنة. فعملت الموضوع ده واتعلمت بالتجربة، والدنيا مشيت خدت سنين كتير، سنين اشتغل عند الناس بره وبرضه محافظ على مشروعي. واحدة 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 عملت مزرعة مايوركا اللي هي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بقالي دلوقتي اهو اكتر من 15 سنة. بسم الله ما شاء الله. بشتغل في الارانب الزينة، بشتغل في السلالات. عندي بيج اونلاين ببيع فيها ارانب اورجانيك للعملاء على طول. و طيب نيجي بقى لتربيه الارانب. طيب انت مم. مشروعك بتعتبر ان هو مر بكام مرحله من اول ما بدات؟ يعني ايه المراحل اللي هو مر بيها؟ انت بدات تربي في البيت حاليا في المزرعه في ابيس، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيها. مم. على مستوى عالي بسم الله ما شاء الله. ايه المراحل اللي مريت بيها من اول التربيه في البيت من 3 ارانب لغايه مرحله المزرعه؟ اكيد في قفزات او تنقلات في المرحله في المزرعه. مرحلة ان انا اعرف انتج الارنب، ودي اللي انا اتكلمت عليها من شوية، ان انا اتعلمت وبقيت بعرف انتج ارنب. مم. المرحلة التانية ان انا انزل على محلات الفراخ واعرف ابيع ارنب. مم. المرحلة التالتة ان انا اتوسع في البيع وفي الانتاج واضخ فلوس، وانا اصلا شاب معيش راس مال. اه. فانا بشتغل عشان يبقى عندي راس مال، احط قرش على قرش عشان الشغل يزيد ويكبر، ويبقى معايا راس مال والعدد يزيد وابيع اكتر فيحقق لي دخل اكبر، فبقاش محتاج اشتغل بره. مم.
والمرحله الاخيره ان انا اتوسع في حته التجاره وادخل منتجات تانية اورجانيك واشتغل في كذا اتجاه. ارانب زينه، سلالات، بس السلالات مش مركز عليها لان مغطيني الارانب الزينه ومغطيني جدا المنتجات الاورجانيك. اللي انا توسعت في اخر سنه في منتجات الاورجانيك دي، ما بقتش ببيع ارانب بس، انا بقيت ماركت اورجانيك. ببيع ارانب ودي الاساس بالنسبه لي، وببيع فراخ اورجانيك، وببيع لحمه اورجانيك، لحمه شمبري اورجانيك، ومنتجات بقى البان وفطير والحاجات دي كلها. بقيت تقريبا تاجر. احنا بس ايه اللي انا سندت عليه؟ ايه آه. دي اخر مرحله. انت بتقول لي الخطوات والقفزات، انا مم. رصيتهم لك وهنتناقش دلوقتي في مرحله في مرحله مرحله كده. مرحله. اول مرحله بس اول مرحله دي هي وش السعد والهنا عليا. هي سبب الاساسي اللي بدات عليه المزرعه هي دلوقتي. هي القاعده. هي انا لما طلعت للناس للعملاء وقلت لهم يا جماعه انا بتاع ارانب، كنت ببيع ارانب بس، كنت عامل مبيعات حلوه جدا. واما قعدت افكر واعمل طلعت بفكره الارنب الزينه ده، وقعدت اطور فيه كذا سنه واجرب فيه كذا سنه لحد ما طلعت ارنب شكله حلو ينفع يتربى في البيت زي القطه. يعني خدت مرحله كبيره. خدت برضو مرحله كبيره. طب ممكن نقول انت بدات تحقق ارباح او تحس ان انت ممكن المشروع الارانب ده مشروع ناجح ممكن يكسب بعد كام سنه شغل في الارانب؟ لان اغلب الناس دلوقتي اللي احنا بنشوفوه في المجال حوالينا ناس كتير بتبدا المشروع يا دوب 6 شهور سنه بالكتير وبيقول لك المشروع ده فاشل ومش بيكسب وبيسيبه. بص، من ضمن الحاجات اللي انا اتعلمتها في السكه ان انا لازم ابقى مش فاهم ارانب بس، انا لازم ابقى فاهم اداره، ولازم ابقى فاهم تسويق، ولازم ابقى فاهم حسابات، ولازم ابقى فاهم في كذا حاجه، في كذا مجال ملوش علاقه اصلا بالتربيه عشان انت والإنتاج. مدير، انت بتبقى مدير مشروع. عشان اقدر اقيم انا هعمل ايه، واقدر اقيم يعني حته ان انا هكسب بعد قد ايه ومش هكسب بعد قد ايه. الناس اللي في تجاره، اللي في كليه تجاره وبيدرسوا تجاره، عارفه ان المشروع ما نستناش منه ربح اقل من سنه. يعني لو انا جامد بعد 6 شهور بدات مشروع اهو، بعد 6 شهور اغطي بس. ده لو أنا عندي بصرف- خبره وكفء اصلا في المجال. يعني بعد 6 شهور اغطي بس، اوصل لنقطه التعادل اللي هو بيغطي نفسه، ما بصرفش من جيبي. ان انا اول 6 شهور بيطلع لي حاجات بصرف من جيبي، طب ده المفروض. لو مبتدئ بقى لسه بيتعلم، انا مركزش وانا بتعلم، مركزش الأرباح. على الارباح خالص. خلينا ناخد قاعده، اه طالما في منتج في السوق يبقى اللي انتج المنتج ده بيكسب. لو هو ذات نفسه قال لك انا ما بكسبش ما تصدقه. يبقى لازم مشروع قرب لازم يكسب. لازم يكسب. اي حاجه انت بص متخيلها ايه متخيله موجود في السوق وانت عارف ان هو طالما ما حاجه بيكسبش. بتتباع متداوله مستمره يبقى لازم بس بتكسب. مش اي حد يعرف الطريقه اللي خليها تكسب. صح. حتى ابسط حاجه الفلاح، عشان احنا بس في منطقه ما ده الفرق بين أرياف. واحد بيعرف يشتغل وواحد ما بيعرفش يشتغل، الخبره ان هو عارف ازاي يطلع مكسب من الحاجه دي. هي دي الزتونه. انما تقول لي سؤال هيجي لك على فكره ياما في التعليقات، هو المشروع ده اصلا بيكسب ولا ما بيكسبش؟ هو والله بيكسب قد ايه؟ والله على حسب انت بيكسب قد ايه، دي على حسب انت. يعني انا مثلا اما اخترعت موضوع الارانب الزينه ده بقيت بكسب فلوس حلوه جدا. مفيش مربي ارانب عنده اضعاف العدد اللي عندي بيكسبه. طب ما تعمل زي اخترع حاجه جديده. ابدعت فكره جديده. فكره هي جديده، حققت وبعد ما ابدعتها واخترعتها وعملتها السيستم بتاعها اكتشفت ان هي موجوده بره مصر اصلا. فاهمني؟ فانت هتعمل ايه عشان تكسب؟ فانت الاول اصلا مبدا زي ما انا قلت لك، انا ما بشوفش يعني اي منتج موجود في السوق هو لازم صاحبه بيكسب. طالما موجود في السوق ومش واقف يبقى انا ممكن اشتغل فيه واكسب. يبقى انا اركز ان انا اتعلم ازاي اشتغل فيه وانتج فيه واشوف المكسب بيجي منين واظبطها. بالتالي دي تنحصر في النقطه اللي انت قلتها في الاول، انا بتعلم ازاي انتج واسوق. النقطتين دول نجحت ان انت تتعلمهم انت كسبت. والله انا ممكن انتج واسوق وما اكسبش. اشوف اللي غلط عندي في ايه، محتاج انتج اكتر ولا بصرف اكتر، ولا انا بروح اشتري العلف غالي. خلي بالك اللي انا بقوله ده ينطبق على اي حاجه، على اي منتج بيتصنع او بينتج او مزرعه او حاجه زي كده لازم اي حاجه. انا ممكن ما اكسبش، طب ايه الغلط في ايه؟ انا واخد مكان مثلا مأجره برقم فلكي مش مغطي معايا، هو اللي مخسرني واخد مكسبي، ولا انا بروح ابيع لحد مثلا الحد ده بيستغلني بياخد مني بسعر اقل، ولا انا بنتج اقل بيقع مني ارانب ياما، ولا ايه بالظبط؟ دي سهل ان هي تتظبط، يعني دي سهل ان هي تتظبط، بس اللي صعبه انك تعرف تنتج اصلا. الخلفه كلها ما تموتش منك.
طيب دلوقتي هاجي للسؤال اللي اغلب الناس هتبقى عاوز تساله، او الناس اللي يعني بتفكر فيه. انا دلوقتي واحد ما اعرفش في تربيه الارانب خالص، ولا ربيت اي حاجه قبل كده، وبس بحب اكل الارانب، او مش عاوز اكلها بس انا عاوز ان انا اكسب من وراها. انا موظف مثلا، مم. وعندي مكان، وعاوز استفاد منه في ان انا ادر على ازود دخلي، مم. او من الناحيه التانيه ان انا عاوز اكل ارانب انا اللي بنتجها. هل انا ما عنديش خبره خالص ممكن ابدا في المجال؟ ممكن اخش مجال تربيه الارانب؟ طبعا. وابدا ازاي؟ طبعا ممكن تخش بكل سهولة. انك تبدأ تخش مجال ده بتبقى على مراحل. اول مم. مرحلة انا بخش اشوف الناس اللي شغالة اصلا دي بتعمل ايه، مم. اتفرج. عندنا جروبات الفيس دلوقتي فيها كلام ياما، وفيها ناس ياما بتفهم، وفيها مشاكل ياما، اتفرج. مم. وعندي اليوتيوب مليان محتوى عن تربية الارانب، وعندي كتب موجودة في مكتبات كبيرة او في معرض الكتاب هلاقيها عن تربية الارانب. دي اول مرحلة ان انا بتفرج. تاني مرحلة ان انا اتعلم نظري، مم. اتعلم على الورق. انا ما مسكتش حاجة في ايديا وما جربتش حاجة. يعني اول حاجة اشوف الناس واشوف الوضع، تاني حاجة اتعلم نظري، ايه الامراض وايه المشاكل اللي ممكن تقابلني، ايه الحاجات اللي ممكن تعطلني، اعرف الارنب ده عيان ولا مش عيان ازاي. الحاجات دي مبدئيا كده ان انا ابقى عارف من على السطح، حتى مش لازم تتعمق. من على السطح ابقى عارفها ازاي. حاجات بسيطة. الارنب اعرف ان هو عنده برد ازاي، اعالجه ازاي. حاجات بسيطة اللي تقدر عليه، الشكل الظاهري للارنب اللي تقدر تحصله نظري حصله. طب انت انتوا في وشطارتك. مزرعه مايوركا بتقدموا خدمات زي كده؟ يعني ممكن مثلا واحد يخش عندكم على الصفحه يطلب دعم بيطري، ان هو دلوقتي هيبدا يربي مم. وعنده مشكله او عاوز يتعلم، هل بتقدموا الدعم التعليمي او الفني لتربيه الارانب؟ هو فعلا حصل كتير، واي حد بيسألني عن حاجة معينة بجاوبه، وما بيبقى محتاج حاجة بجاوبه. بس انا ما بحبش الطريقة دي. انا اساسا بعلمه ازاي يدور على المعلومة قبل ما يحتاجها. مم. انا بقول له انا مش هقدر اقول لك ازاي تربي ارانب بشكل كامل، مم. بس انا اقدر اقول لك اعرف ايه، او تابع مين، او شوف ايه، او اقرا ايه اللي هيخليك هتوجهه للمكان اللي يتعلم منه. اللي هيخليك عندك المعلومة بتاعة المشكلة مم. قبل ما تحصل. مم. ف... تمام، كويس. يعني احنا كده عندنا المزرعه بتقدم الدعم الفني كامل لاي حد عاوز يربي، سواء بتوجيهه هيتعلم منين، او اي اسئله هو عاوز يعرف، اي معلومه بشكل مباشر عاوز يعرفها هيعرفها. طبعا انا بيكلمني ناس بيبقى عندها مشكله محدده عايزه الحل ليها، انا بقول له حل المشكله واتعامل معاه ازاي. بس انا بقى ببقى محتاجه ان هو يبقى عارف حل المشكله اللي انا قلته له ده من قبل ما المشكله تحصل، ويبقى عارف شكل المشكله عشان اول عشان ما تجيله يقعش فيها. يبقى جاهز، اه يبقى جاهز لها ي- ويتفادى الوقوع فيها. ده عشان الافضل. هيقلل الخسائر طبعا كتير، ان آه. هو الوقايه خير من العلاج. فبقول له خش قلب اليوتيوب، اي معلومه شوفها، اه اي معلومه شوفها اعرفها، اي معلومه تقدر تطولها اعرفها. اه اعمل حصيلة، يعني الحصيلة دي على قد ما تقدر زودها. مش بقولك دلوقتي اعرف كله، ولا انا هقدر اقولك خد كل المعلومات اللي عندي، مش هقدر اعملها لك. بس انا اقدر اقولك جمع. لو كل يوم سمعت فيديوهين عن حاجة معينة ومشكلة معينة هتتلافى مشاكل كتير ممكن تقع فيها. فلوس كان آه. ممكن تضيع منك ياما ومش هتضيع. اه دي الحاجة. فأوجه الناس اللي عندي ان هي تعمل كده. ان هو يقعد يدور في كل اتجاه. خلينا بقى نرجع شوية ورا لحتة ان احنا دلوقتي بنتعلم نظري، بنتعلم نظري، وقبلها بنبص على الدنيا كلها والمربيين اللي عاملين يشتكوا عاملين يصوتوا دول، اه وعشان عندهم مشاكل. احنا بنشوفوا كميه ناس بتخش في المشروع طبيعي، وبتصفي ده طبيعي. بشكل رهيب جدا يعني. طبيعي ناس ما نجحتش وناس عندها مشاكل، فهم دول اللي موجودين احنا على ممكن نقول الجروب. تقريبا 90% من الناس بتخش المشروع وتصفي. ماشي، ما هو ال10% اللي ناجحين وبيعملوا فلوس حلوة دول مش هيطلعوا يتكلموا هيقولك ايه. انا عن نفسي مش موجود على الجروبات، انا بتفرج من بعيد. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريس عامل ايه؟ ازيك يا ريس؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك يا مؤاخذة؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ انت ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ فانت هتشوف على الجروبات المشاكل تتفرج عليها. ده مش معناه ان هي مشاكل بس، ان هم اللي عندهم مشاكل هم اللي بيتكلموا. وهتبص على اليوتيوب على المعلومات، وبعد كده بقى تبتدي تجرب عملي بايديك باقل تكلفة ممكنة واقل عدد ممكن. يعني لو تاخد ذكر وانت، وانا اللي بعمله على فكرة ان انا ما ببيعش سلالات كبيرة،
ومغلي تمنها جدا عشان محققش مبيعات فيها، فاهمني؟ يعني احنا دي دلوقتي عمر شهر، يعني خد دكر وانتهى عمر شهر ب 200 جنيه ارميهم على الارض دي اتعلم فيهم. اصغر واحده نبتدوا بيها. اصغر وحده باقل تكلفه. ما هو انا مش هخليك تجرب بمبلغ كبير، يعني تعمل مزرعه 50 وتخش في مشاكل وموضوع عشان تتعلم. لا وكده كده احنا بنتكلموا اصلا عن الناس اللي هتربي في اوضه او في شقه او في بلكونه او على السطح، فبنتكلموا عن حاجات صغيره مش عن وانا حاجه كبيره. بتكلم على الناس اللي هي عايزه تربي وتعمل مشروع كبير. لا ما تبداش بمشروع كبير. يعني حتى برضك اللي معاه راس مال لا. عاوز يبدا بيه ما يخشش يبتدي على طول في تربيه في انا مزرعه. بالنسبه لي ان انا اعمل لك اعمل مبيعات برقم كبير بالنسبه لي مكسب، بس انا مش عايزه، انا بدمرك. ما بتشجعش حد انه يخش لا دخله. انا هكسب منك وانت هتكسب مني اما تبدا بذكر وانتايه وتكتشف انت نفسك بقى ان انت عندك صبر انك تعمل دوره كامله تربيهم ويبقوا امهات وتتعلم فيهم، وفي السكه انت بتقابل حاجات في 2 مشاكل في ارنبين او 3 بالكتير. المشكله هتبقى خسائرها قليله. يا عم زهقت منهم، اكتشفت ان انا زهوق وبخلص بزهق بسرعه ومش قادر اكمل، هذبحهم واكلهم انا كسبان. صح انت واخد صح. بالك؟ انا ما خسرتش حاجه. كسبان. لو انا اشتريتهم من عند بتاع الفراخ كانوا هيبقوا اغلى من السعر اللي انا اشتريتهم بيه، فكسبت ان انا اكلت ارانب. فانا كسبت ان انا اكلت ارانب، واكتشفت نفسي ان انا مش نافع في الموضوع ده في التربيه وكده، او ايا كان، او ما عنديش وقت او ما عنديش صبر. اصل في ناس عندها حماسه وعايزه تعمل حاجه، حماسه البدايات. بس وقتها مش نافع. ما وقتها مش كافي، بيشتغل 10 ساعات مثلا، ما عندوش وقت كفايه ان هو يعمل حاجه تانية. وكان بس هو برضه نفسه. تربيه الارانب بتحتاج مجهود، مع العدد بتحتاج مجهود. وانت اما يبقى عندك 2 أو 3 محتاج تتعلم، ومحتاج تبقى بتديهم حتى نص ساعه يوميا. صح صح. فاهمني؟ فهل انت هتلتزم بده؟ هتقدر على ده؟ طب اما يبقوا 5، طب اما يبقوا 10، كل واحد ليه رقم يقف عنده، هيبقى ده اخره في القدره، في الوقت، في المجهود، في كل حاجه. فيعرف حدوده ايه من خلال التجربه في الاول في عدد قليل، يعرف امكانياته ايه وحدوده ايه في التربيه. كل اللي انا قلته في التعلم ده لو انت وصلت لاخر مرحله اللي انت ربيت واتعلمت ودول كبروا وخدت خلفه وطلعت خلفه منهم وطلعت انتاج وكبرت وخلفوا تاني، انت كده مش محتاج مني حاجه. انت لو عايز تعمل 100 هتعملهم. انت كده عرفت، انت طلعت من الذكر وانتهى اللي بدأ بيهم. انت طلعت اول خطوتين. هتكمل السلم لوحدك. والله عايز تشتري سلالات جاهزه عشان ما تستناش براحتك، انت هتبقى عارف تقرر، مش محتاج حد يقرر. لو افترضنا واحد دلوقتي هو خلاص بقى يعني جرب وجاب ارانب صغيره ورباهم لغايه ما انتجوا كده، عاوز يبدا مشروع بقى، خلاص دلوقتي في مرحله انه هيبدا مشروع، هيشتري سلالات. دخلنا على بعد ما انتجوا، هو محتاج يسوق، فالتسويق هيبقى سهل جدا. هو هينزل بتاع الفراخ اللي بيشتري منه، اقرب بتاع فراخ ليه، يقول له يا عم الحاج انا عندي ارانب ووزنها من 1.5 كيلو، وممكن يعمل التجربه دي من قبل ما ينتج اصلا. عندي ارانب وزنها من 1.5 كيلو ل 2 كيلو، انت بتاخد الكيلو بكام؟ هيقول لك ب 100. قال له لا 110. هو الارانب 130 دلوقتي بتتباع في السوق. 130 135. هيقول لك ب 100، يقول له لا 110. فاهمني؟ لا مش هتمشي معايا. طب بص، طب 105، طب هات اللي معاك ده، هات الشغل اللي معاك وريهوني. فاهم؟ يجرب يسوق. يبقى انت عرفت خد تجربه التسويق. انت اما تنتج هتعمل ايه؟ والله واحد بتاع فراخ مش عاجبك سعر، روح لواحد تاني لحد ما تعرف انت وصلت لاعلى سعر هو كام، وبيع للمحل ده. طيب دلوقتي الارنب من عمر يوم بيبدا ينتج بعد كام يوم او كام شهر عشان يبدا يشتغل يبدا ينتج؟ هو الارنب بيتفطم بعد شهر، بيخلص رضاعه ويتفطم بعد شهر. ممكن نجوزه من عمر 4 شهور، بس انا بفضل 4 شهور ونص، واحسن 5 شهور عشان يبقى عمره الانتاجي اطول. الذكر زي الانتايه؟ الذكر ممكن 4 شهور او 5 شهور عشان يبدا اكبر، لازم يبقى اكبر، يبقى اكبر من النتايه. مدة الحمل بتاعت الأرانب شهر يعني من أول ما الأنثى تتلقى. أنا مش عايز أتكلم في معلومات عن التربية. أنا عايز أكلمك إزاي إدارة المشروع نفسه، تعمل مشروع وتبدأه وينطبق المشروع ده على الفراخ، على الحمام، على الحمام اللحم مثلا، عشان الحمام العادي ممكن ما يكونش فيه ربح قوي، على السمان، على الرومي الأبيض، على أي حاجة أنت ممكن تعملها. جمع معلومات وجرب. انا عامل تجربه وعملت تجربه قبل كده على تسمين البط البلدي، والسوداني، وعامل تجربه تانية عشان انا هو واحد بقالي 15 سنه في الانتاج الحيواني واكتر،
بعمل تجربه، جبت 4 بطات وسمنتهم وبعتهم مش بعتهم، هو انا اشتريتهم انا اللي اكلتهم، بس انا حسبت انا صرفت كام وجبت كام وبعتهم بكام وسعرهم في السوق كام، عشان لو عملت مزرعه اعرف ايه المشاكل اللي قابلتني وقابلني مشاكل وتفاديتها. عشان انا لو بدات المزرعه انا عارف الخازوق اللي هيطلع لي منين. كانك عملت دراسه جدوى عمليه. دراسه جدوى على ارض الواقع بايديك، وجمعت معلومات بنفس الطريقه اللي بقول لك عليها، وتابعت يوتيوب وشفت الجروبات، عملت نفس الخطوات اللي بقولها لك في الارانب. دي طبقها على الفراخ، طبقها على السمان، طبقها على اي حاجه. ايه اللي انت عايز تشتغل فيه؟ اي حاجه عايز تشتغل فيها. تمام. انتوا في المزرعه بتبيعوا سلالات؟ احنا بنبيع سلالات بس انا مغلي سعر السلالات العشر، لان اي حد عايز يشتري عايز حاجه يلا تنتج على طول. لا سلالات لسه اول انتاج بكر. ولا ببيع بكر. لو عندي حاجه بكر بجوزها. لكن فانا عندي السلالات الامهات العشر اللي اي حد بيجي عايز ام عشر بقول له دي ب 800 جنيه. طب لو حد عاوز يبدا مشروع وعاوز ياخد من عندكم ارانب، بقول له انك تاخد قفص صغير كده، يا اما ما تاخدوش اصلا لان القفص ده غالي. ممكن تعمل قفص وتعمل اي اختراع. وتاخد 3 ارانب بس ذكر وانتيتين عمر شهر، دول ب 300 جنيه. بالاكل بتاعهم بالدواء بتاعهم اللي بيترش. دول عمر شهر يعني لسه مفطومين. ما هو انا عايزك تاخدهم مفطومين لحد ما تكبرهم يبقوا امهات، عشان الامهات دي اما تنتج يعني الاثنين الامهات دول هينتجوا لك 14 ارنب، ودول ال 14 ارنب دول لما يتفطموا انت هتلوث. فانت لو انت مجرب تربيه ارانب فطام من الاول في الاثنين امهات وذكر، انت هتعرف تتعامل مع ال 14 لانك انت مجربها قبل كده. على الاقل نفسيا مش هتبقى قلقان. هيبقى الموضوع ما فيهوش مخاطره، مش حاجه غريبه. مش هتلوش. واتعاملت مع الارنب بقالك فتره طويله بتتعامل مع الارنب وعارف شكله ايه وعايش ازاي وممكن يقابلك مشكله انه جاله اسهال في الفتره دي، رحت تديله دواء اسهال بشري فخف. فانت لو ال 14 ارنب دول 7 منهم جالهم اسهال، فانت هتعرف تتصرف علاج يعني. فالموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك لانك مجربه. نفسيا هتبقى مرتاح. خدت التجربه دي قبل كده. نفسيا هتبقى مرتاح. فاهمني؟ ايه تاني عايز تتكلم فيه؟ تكاليف المشروع دلوقتي احنا اتكلمنا عنها بالتقريب. طب احنا دلوقتي المفروض لو انا حطيت راس مال قد ايه يطلع قد ايه؟ ولا ودي ما نقربش ناحيتها اصلا؟ لا ما نقربش ناحيتها اصلا. عشان والله انا رزقي غير رزقك. انا واحد صاحبي عنده مزرعه اكبر من مزرعتي بكتير في ابو حمص، وبيعمل مبيعات بارقام فلكيه بس ما بيكسبش زيي. طيب احنا عاوزين نتكلموا عن حته مهمه قوي انت ذكرتها في البدايه، عن موضوع التسويق. انا كنت حتى يعني انا بقول للناس ان انا كنت بربي قبل كده وبطلت تربيه، بس انا طورت في حته التسويق ديت. ان انا كان عندي مزرعه وطورت المزرعه. كان مشكلتي ان انا التاجر طبعا بيجي لو انت عندك مزرعه بيجي يخسف لك السعر وعاوز يكسب. وطبعا انت بتبقى كمربي مضطر ان انت تبيع، لان انت عاوز تجيب علف، عليك ايجار، عليك كذا. فانا طورتها عندي ان انا بقيت ابيع للعميل مباشره. فطبعا دوت زود لي الارباح، بقيت ان انا خدت ارباح كمان التاجر وارباح محل الارانب، وبقيت انا كل دول وخدت ارباحهم لنفسي. ايه افكار تطوير التسويق اللي انت اشتغلت بيها وعرفت انت تسوق احسن وتكسب احسن من الارانب؟ بص مبدئيا هو اي مصنع او شركه فحواليك زي بيبسي كوكاكولا ايا كان هي اسمها ايه وبتبيع ايه، عندهم مناديب شحن، مناديب توصيل، او مناديب بتلف بتوزع على المحلات، مناديب توزيع بتوزع على المحلات المنتجات بتاعتهم. تمام. فانت كمربي انت محتاج ان الوظيفه دي تكون موجوده، بس انت اللي بتعملها عشان حجمك صغير. اما يبقى حجمك كبير ممكن تجيب حد يوزع لك. اسامي كبيره معروفه انت ممكن تلاقيهم، لو اللي بيسمعنا ده ممكن يلاقيهم على يوتيوب. اسامي كبيره عندهم عربيه توزيع مخصوصه للمزرعه بتاعتهم. في بقى مربين تانية ما عندهاش امكانيه لده ولا وقت ولا مساحه لده، فبيجيبوا التاجر. فما تجيش انت اللي عندك 50 ام ولا 30 ام فتبقى عايز تجيب تاجر عشان انت ما تطلعش توزع. المفروض انت يبقى انت اللي توزع شغلك. دي وظيفه، هو بياخد كده مكسب كبير من مكسبك او بيقسمك في الربح. فانت كده ما بتعملش ربح، ففي الاخر بتقول انا بخسر. تمام. فانت لازم انت اللي تجيب الانتاج بتاعك تنتجه وانت اللي توزعه. والله لو قدرت وانت شاطر كده زي انك تشيل ده كمان محل الفراخ ده كمان وتبيع للعميل على طول،
في ظل ان كل مربيين الارانب كانوا بيخسروا فعليا في فتره معينه. طبعا اي شغلانه بيبقى فيها مكسب وخساره. كان في فتره معينه كان مربي الارانب بيخسروا عشان مضطرين يبيعوا بسعر معين للمحل، عشان السوق كان نايم وما كانش فيه بيع، سحب ياما. انا كنت بكسب عشان انا كنت ببيع للعميل على طول. طيب وبوصل له لحد البيت كمان. عندك افكار تسويقيه تانية يعني غير موضوع البيع للعميل مباشره؟ بيع اللحم، بيع للعميل مباشره. بص يعني هو وانا صغير كنت بتكسف ان انا اقول ان انا بتاع ارانب، انما بعد يعني انا بقالي مثلا 16 سنه او 17 سنه، اكتر من 15 سنه في شغله الارانب دي. اول 7-8 سنين كنت بتكسف اقول للناس ان انا بتاع ارانب. انما دلوقتي ان انا ابقى قاعد مع ناس تقيله جدا اقول انا بتاع ارانب يعني. فده بالنسبه لي بقى عادي. فاللي هيبتدي يشتغل او ينتج في البيت ده ممكن ما تقولش ان انت عندك ارانب او بتنتج ارانب في البدايه، بس بعد ما يبقى عندك انتاج وتسمن مفيش مشكله يعني ان انا اقول لكل معارفي واعمل دوشه كده ان انا عندي ارانب وارانب جميله جدا واشتروا مني وهديلكم بسعر اقل من محل الفراخ. طب ايه قصه بقى ارانب الزينه اللي انت كنت بتقول عليها في البدايه؟ من ناحيه ايه؟ يعني احنا ده منتج جديد؟ ده منتج جديد عملت له تحسين وراثي على مدار 3 أو 4 سنين واشتغلت فيه كويس جدا لفترة حلوة، وعملت منه أرباح كويسة جدا لأن أنا كنت بفكر في حاجة معينة وكنت عايز أطبقها، اللي هو أنا عايز أعمل أقل عدد ممكن من الأرانب. أنا ما بحبش يبقى عندي مزرعة 1000 أم 500 أم، الأرقام الكبيرة دي في الإنتاج ما بحبهاش. فأنا كنت عايز يبقى عندي تقلل عدد الأمهات، أقل عدد ممكن واكبر مكسب، واكسب منه اكبر مكسب ممكن. فجا في دماغي الموضوع ده، اتجهت لفكره بقى ارانب الزينه. جا الموضوع ده وواحده واحده زي ما انا قلت لكم تبداوا المشروع ازاي. ده بالنسبه لي كان مشروع جديد، حبيت ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني، طب ايه الناس اللي ممكن تشتري ده، طب نجرب ونعمل صفحه ونحاول نسوق عليها ممول ونشوفوا هيبقى فيه طلبات ولا لا. بمجرد ما في اوردر اتحجز ووصل للعميل والعميل مبسوط يبقى الفكره ناجحه. اشوف ايه المشاكل اللي قابلت العميل ده واحلها مع العميل اللي بعده، ولو العميل ده حصل له مشكله حلها له على حسابي، واصرف على الفكره. يعني ايه اصرف على الفكره؟ لو طلع فعلا المنتج بتاعي عمل مشكله عند العميل، انا اتحمل كل الخسائر، اعالجها كل الخسائر. حتى لو هو عميل بيشترى مني بقاله 5-6 شهور حصل له مشكله اتحمل. انا كنت الارنب اللي يروح للعميل ويموت عنده كنت بديله مكانه ببلاش عشان اخلي الفكره نفسها تنجح. تصرف على الفكره نفسها. بقالها بتاع 7-8 سنين من 2019 قبل 2019. طبعا من الواضح جدا ان مزرعه مايوركا تطورت جامد جدا من فكره ان هي مزرعه ارانب بس لمزرعه بتطلع منتجات كتير جدا. كلمنا بقى مزرعه مايوركا وصلت لايه؟ ايه اللي بتنتجه وبتقدمه دلوقتي مزرعه مايوركا؟ وايه فكره اصلا مزرعه مايوركا؟ مزرعه مايوركا وصلت لايه؟ وصلت لان انا خلاص انا بقيت بعرف اربي كويس، بعرف انتج كويس، بنتج ارنب حلو جدا. فالارنب الحلو جدا ده بيتاكل برضه، مش زينه بس، في جزء للاكل وجزء للزينه. وبتاع الزينه اصلا عشان احنا في مصر لازم نستفاد من كل حاجه، فبتاع الزينه ممكن يتاكل برضه لانه ارنب في الاول وفي الاخر، بس شكله حلو وسعره غالي شويه، بس ممكن يتاكل عادي يعني. طيب مزرعه مايوركا الارانب بتاعتها مختلفه عن اي ارانب ولا زيها زي ارانب في السوق؟ عشان احنا مش بنزود ايدينا في موضوع الادويه ده، مش بنشتغل ادويه بشكل مكثف، مش بنشتغل حقن بشكل كبير، مش بنشتغل بطريقه اللي هو مبهدل الحيوان معانا. فالارنب بيبقى طعمه حلو لانه متربي حلو. طيب دي الخلاصه يعني ان فاحنا بنبيع الارنب ده بقى للمستهلك على طول. ده احنا كده بقى ايه، خلصنا موضوع التربيه ده، جبنا سقفه، جبنا اخره، فدخلنا على موضوع التجاره. ما هو لاي مشروع بيتقسم لشقين. لشق اللي هو انتاج، وشق اللي هو التجاره، ان انت تبيع. التجاره مع التسويق يعني تجاره. انت بتشتري من نفسك. انتوا بتبيعوا ايه بقى تاني؟ احنا بنبيعه بقى ايه، لان في دلوقتي موظفين وفي ناس ولازم نتوسع عشان نقدر نغطي الناس دي ونحقق مكسب. ولقينا ان العميل مبسوط قوي
من الارنب الاورجانيك اللي احنا بننتجه. وطبعا عملنا كم عدد عملاء حلو جدا. ف فتوجهتوا لمنتجات تانية فايه المشكله العميل اللي عايز ارنب او 5 ارانب ياخد معاهم مثلا فطيره فلاحي مثلا بتاع، او عندكم فطير؟ عندنا فطير، عندكم ايه تاني؟ زبده، عندنا آه عندنا سمن. سمان. اه. وعندنا كنت انا بعيد عن موضوع الفراخ دي عشان انا كنت عايز اشتغل فراخ اورجانيك زي الارانب كده، لان انا اكتشفت ان العملاء اللي عندي ناس كلهم بيهتموا بالحاجه اللي هي الاورجانيك النظيفه اللي من غير ناس ادويه. سنها كبير، مش صغيرين، مش شباب، ناس سنها كبير في سن اهالينا كده واجدادنا. فالناس دي بتبقى عايزه الارانب عشان نظيفه وطعمها حلو وحاجه لصحتهم كويسه. فانا لقيت ان شكل البيزنس بتاعي او العميل بتاعي محتاج الحاجات النظيفه بس. فانا بقيت اجيب له الحاجات اللي هي جودتها عاليه اللي انت واثق فيها. تعمل بقى اتفاقات مع موردين تجيب لي الحاجات دي، مزرعة تانية مش عارف ايه، جزار مثلا اذبح معاه حاجته نظيفة وانا مسؤول. طبعا ممكن عميل يقول لي حاجتك وحشة اقول له برجعها لك، حتى لو استوت ابعت لك غيرها او ارجعها لك. فالموضوع ده سهل جدا بالنسبة لي. فالدنيا بتمشي واحدة 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 واحدة، لان بقينا بقى ايه، احنا بننتج بس في شق تاني من شغلنا اللي هو ان احنا بنجيبه بضاعة من ناس تانية من ضمن بتطلع مع الارانب. من ضمن شغلنا طبعا كلها منتجات موثوق من مصدرها وموثوق من جودتها، لان انا مسؤولية كاملة عنها. والعميل لو الحاجه ما عجبتهوش او حس ان هي مش بالجوده اللي هو متوقعها بيرجعها عادي، يرجع لك ثمنها كاملة، او ايا كان حجم الاوردر او ايا كان كام الف. يجي لك يرجع لك فلوسك والف هنا عليك. يا اما نرجعها نشوف لها طريقه تانية نديها لحد يعني او حاجه شبه كده وتاخد فلوسك او تاخد مكانها اللي يعجبك يعني. تمام. ده نهايه شغلنا، ده اللي احنا وصلنا له، ده سقف شغلنا حاليا. ف يعني ايه، انت لازم تبقى بتربي وحاجه بتربي وتعمل حاجه جنبها عشان تعرف تكسب من التربيه دي. ما هو انت ربيت ارنب وبتنتج وعملت عميل، طب ما العميل ده تبيع له حاجه تانية. ممكن لو عندك مكان او مساحه تعمل دوره سمان مثلا، او تعمل حاجه تانية، تعمل شغل. ما هو انا دلوقتي بنتج وببيع وبكسب فلوس، انا الفلوس دي مش عاجباني، انا عايز اكتر. ممكن تبقى عاجباك انت ومستكفي بيها زي ناس كتير اعرفها، بس في ناس عاوز تطور من نفسها، بس انا عايز اكتر. انا معايا ناس عايز اقبضها قبض كويس، وعايز ابقى انا معايا فلوس اكتر، اعمل دخل اكتر، اعمل عائد اكتر. فببتدي اشوف ايه اللي انا ممكن اعمله يحقق لي العائد ده وبعمله. فكل واحد وقدرته بقى. تمام. في نهاية الفيديو اي حد عاوز يتكلم يتواصل معاكم، هنحط لينك الصفحه على فيسبوك او على يوتيوب. هي اسمها مزرعه مايوركا، لو بقى عملوا بحث عليها وكده على جوجل مزرعه مايوركا هيوصل لك بسهوله. وهنحط برضك اللينك بتاع الصفحه بتاعتكم في الشرح في الديسكريبشن بتاع الفيديو. ونحب نقول لكل اللي بيتفرج علينا ان مزرعه مايوركا بترحب باي حد عاوز اي استفسار، سواء في تربية الأرانب أو أي حاجة مشابهة أي مشروع عاوز يعمله، محتاج نصيحة إزاي يبدأ المشروع بتاعه ويطوره. بنشكرك جدا باشمهندس محمد. شكرا. شكرا. السلام عليكم.